قبل ما أبلش بالفيديو لا تنسونا تصلونا على محمد وآل محمد. وهسه خلونا نبلش بالفيديو. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان أتى وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمع. السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رمضان كريم وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. واليوم رجعت لكم بوصفة جديدة من مطبخ الشيف شيد، واليوم وصفتي هي القوزي الشامي. بس قبل ما ابلش لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. وهسه خلونا نبلش بالفيديو وبالمقادير مشان تسمعون القرمشة. طريقة القوزي الشامي على طريقتي من ايد عراقية. اول شي عندي هنا الورق البلاش، عندي انا هذا الورق البلاش، وعندي هنا رز وبزالية ولحمة المفرومة. وهسه البهارات راح اشرح لكم عليهن. اول شي هسه انا راح اخلي المي على النار، لان انا التمن اطبخه بزل، فراح اخلي المي على النار ومن يفور احط الرز عندي. هسه خليت هنا مي وملح، وراح اخلي التمن، وخليت عندي التمن بهذا الشكل. هسه راح اخليه يستوى على راحته. هسه عندي هنا اني للحشوة خليت عندي بصل، راح اخليه شوية يحمر، نوبة اضيف اللحم المفروم. وهسه خليت عندي اللحم المفروم، ومن بلش يستوى عندي اللحم المفروم خليت له خاشوقتين من دبس الفليفلة وخاشوقتين من معجون الطماطة. وللبهارات خليت بهارات القوزي وبهارات الكاري وبابريكا. خليت هذني البهارات هسه حشوفكم شنو اشكالهن. هذني البهارات اللي استخدمتين بهارات القوزي وكاري حار وبابريكا وملح حسب الرغبة تستخدمون. انا هاي نوعية البهارات اللي استخدمها. وهسه بعد ما استوى عندي التمة، طبعا اخذت كمية صغيرة لان احنا مو بس القوزي طابخين مرقة بانية وطابخين رز ابيض، فاخذت من عنده شوية عمود القوزي الشامي. فعندي هنا اني التمن راح اخلي عليه الحشوة مال اللحم المفروم والبزالية، وراح اخلي عليه لوز وارجع لكم. وخليت عندي الحشوة اللحم المفروم والبزالية واللوز، وحسب الرغبة اللوز تستخدمون، مو شرط الاني مستخدمته. وهسه عندي اني هاي الكاسة، استخدمت كاسة راح اخلي من ورق البلاش بهذا الشكل. تخلون بعد طبقة ثانية حسب انتو الطبقات تردوها، كم طبقة تردون. وبين كل طبقة تدهنون من السمنة. لازم تستخدمون سمنة عم تعطيكم نكهة اطيب، بس اذا ما متوفرة السمنة استخدموا الزبدة، لا تستخدمون زيت، يا سمنة يا زبدة مشان تنطيكم نكهة اطيب. هسه انا خليت 3 طبقات، وراح اخليه من الحشوة بعد ما صارت عندي بهذا الشكل تخلون. هسه راح اشوفكم شلون تسكروها. وهسه هنا بلشت اسكر بيها بهذا الشكل تسكروها. وبين كل طبقة وطبقة قلت لكم تدهنوها دهن هيك. هسه مثل ما انا جاي تشوفون انتو واضح عندكم بالتصوير انه شلون انا بين كل طبقة جاي ادهن. وشوفوا عندي انا هاي الكمية بعد ما سويتها، ولازم هيك تصير عندكم. طبعا هن مبينات صغار بالواقع، بس بالكاميرا مبينات اكبر، ما بعرف ليش. وهسه راح اقلبها. شوفوا هي بكل بساطة، شوفوا انا بكل بساطة انقلبت عندي، شوفوا وما تتحرك، بس هيك حبيت اعدلها شوي من الاطراف. وهسه راح ادهن الوجه من السمنة وارجع لكم واخلي عليها لوز.
وهسه بعد ما دهنتها بهذا الشكل وخليت عليها اللوز. اذا ما توفر عندكم لوز عادي تقدرون تستخدمون صنوبر، بس انا لما توفر عندي لوز استخدمت. هسه حدخلها الفرن ومن تستوي ارجع لكم. وبعد ما استوى اللهم صل على محمد وعلى محمد، شوفوا اللون اللي اخذته عندي. هسه راح اسمعكم القرمشه وخليكم ويا القرمشه وسمعوها مظبوط. التعمير غلط، والله غلط يا ريت. انا مش عايزه اسمع كلام حد. هي حاسه تعمير مش من ايه؟ ما حضرتش هجوم وقال كده ليه؟ وانا قلت لك ده مش اول موقف يحصل. دايما كنت بقول للناس ان انا ظلمان، بس ربنا كشف. مين؟ فارس بيه حضرتك ده. طيب. وبعد ما سمعتوا عندي القرمشة وشفتوها اعتمدوها على طريقتي، راح اساعدكم ادمان وهي كلش طيبة القوز الشامي. وهنا أنا كملت عندي السفرة، صارت عندي بهذا الشكل، بس المقبلات بعدني ما جايبتن، بس حبيت اكمل وياكم الفيديو وانهي وياكم. في نهاية هذا الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. وهسه حبايبي حيقولكم باي باي، احنا حنروح نفطر هسه. باي باي.